لعيبه عاله مش رجاله. ده ملخص ماتش الاهلي وانبي، علشان لو انت فاكر ان انا هكلمك في فنيات، مفيش فنيات اتكلم فيها، مفيش حاجه حصلت في الماتش اتكلم فيها. احنا شفنا شويه لعيبه ما يستاهلوش ان هم يلعبوا اي ماتش. احنا شفنا شويه لعيبه عندهم نوع من انواع الاستهتار، شفنا شويه لعيبه بتهنجم في الملعب، شفنا شويه لعيبه مش مسؤولين. علشان لما الكابتن محمود الخطيب يروح يقابلهم ويقعد معاهم ويتكلم معاهم ويقول لهم ما ينفعش ان انت تلعب باسمك فقط لا غير، انت بتلعب باسم النادي الاهلي، انت بتلعب بتاريخ النادي الاهلي، انت بتلعب بتيشيرت النادي الاهلي، انت بتلعب وسط المفروض ان انت في مكان كل الظروف مهيئه ان انت تنجح. ما ينفعش النهارده ان انا الاقي كل اللعيبه اللي عندي لعيبه دوليه ونيجي نتكلم في مسباص، نيجي نتكلم في واحد في استلام، نيجي نتكلم في عرضيه، نيجي نتكلم في حاجات المفروض ان دي حاجات اساسيات الكوره موجوده عند اللعيبه الاشبال الصغيرين. النهارده لما اشوف انا واحد زي تريزيجيه، الراجل مش مركز، الراجل بيجري في الملعب يعني عنده تسرع كبير جدا، الراجل مفيش تحس ان هو من ساعه ضربه الجزاء اللي ضيعها في كاس العالم للانديه والموضوع معاه خالص. وكمان بيزيد على ذلك ايه هوس دي؟ ده لمين هوس دي؟ ده انت يا دوب جايب جون يا راجل يتيم مع الاهلي من ساعه ما جيت. ما ينفعش انت تلعب بمشاعر الجماهير، حتى لو الجمهور انتقدك يا اخي تحمل يا اخي، انت كابتن الفريق يا اخي، انت المفروض ان انت راجل مسؤول، انت المفروض اللي بتلم الفرقه وتتكلم مع الفرقه وتتكلم معاهم في الاداء وتتكلم معاهم ان انت ممكن تنظمهم في الملعب. احنا شفنا الاهلي يعني الى حد ما في الشوط الاول عامل ماتش كويس، الى حد ما حسينا ان في ضغط عالي، حسينا ان في نزعه هجوميه عند الاهلي. محمد هاني عشان بس نتكلم بمنتهى الامانه، نطلع بالماتش ده بالشناوي ومحمد هاني، بالشناوي ومحمد هاني، لكن باقي ما باقي لا محمد علي بن رمضان ولا امام عاشور وقفشه نازل تحس ان هو بيضحك مش فارق معاه الماتش، مع ان احنا متعادلين 1-1 وانت نازل في الدقيقه تقريبا 75، فالمفروض ان انت نازل مركز. انت النهارده بتعمل كام كره عرضيه؟ لا ما ينفعش كده. اليو ديانج بدلك غريب يعني اللي يشوف اليو ديانج لما كنا عايزينه من السعوديه ولا غنى عنه، وعمل ماتش في كاس العالم للانديه حاجه محترمه جدا ولعب باداء رجولي، ولكن في ماتش انبي كان هو السبب، يعني سبب كبير جدا في تعادل الاهلي. انت النهارده المفروض ان انت راجل لعيب دولي ما تغلطش الغلط ده في منطقه الجزاء. ده يعني زي ما بنقول اساسيات الكوره. فاللي منتظر ان انا اكلمه معلش الفنيات واللعيبه بتستلم ازاي، لا يعني لا، انا شفت شويه قرف بصراحه، انا شفت لعيبه مش مسؤوله، انا شفت عك كروي، انا شفت حاجات كتير جدا. النهارده ما ينفعش انت كمدير فني كعماد النحاس علشان كسبت الدوري الموسم اللي فات ولعبت 6 ماتشات وكسبت ال6 ماتشات كلهم، يبقى نفس الفكر ونفس الاسلوب هو هينجح في الموسم الثاني. لا اللعيبه اتغيرت، لا انت عندك تيم جديد، لا انت عندك كمان قوه ضريبه. يا جماعه اللعيبه دي مش موجوده في لا في مصر ولا في افريقيا، ويمكن يعني لا ما ينفعش النهارده. والله العظيم الواحد مستاء جدا. يعني انا بعد الماتش حاولت افكر انا هطلع اقول لك ايه، هطلع اقول لك انتقد اللعيبه. طب ما هو الوضع يعني النهارده لو جينا هنقيم لعيبه النادي الاهلي ناخدهم كده واحد واحد، محمد الشناوي 6/10، نتكلم على محمد هاني بصراحه عمل ماتش محترم جدا 9/10، احمد بيكهام يعني لا مش موجود، كوكا مفروض عليا فرض، يعني تحس ان هو مكتوب عليا في القاموس ان لازم كوكا يلعب كل ماتش، مع ان اداؤه يعني مش قد كده. مروان عطيه ماتش عادي، اليو ديانج سبب التعادل فبياخد 2/10، مروان عطيه ياخد 6/10، محمد شريف ما فيش، محمد بن رمضان ما ياخدش اي حاجه، اشرف بن شرقي الى حد ما نزل حاول ان هو يسرع رتم الاداء، ولكن كان يعني ايه مفيش الدافع ان انت تكسب. يعني انا لو جالي الكابتن محمود الخطيب كده يا جماعه ووقف قدامي وقال لي اعمل اي حاجه، ده انا هموت نفسي في الملعب علشان اكسب. الراجل اللي مرضيكوا واللي بيديكوا مبالغ يعني طائله، انت النهارده مش عارف تلعب قدام انبي؟ امال لما تقابل فرقه كبيره هتعمل ايه؟ هو ينفع الاهلي النهارده يتعادل 4 ماتشات ويخسر ماتش من بيراميدز بفضيحه واهانه؟ لا ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. النادي الاهلي اكبر من كده، لعيبه النادي الاهلي المفروض تبقى فكريا اعلى من كده، تكتيكيا في الملعب في انضباط. يعني انا اللي عرفته ان محمد الشناوي قعد مع الفرقه واتكلم معاها واتكلم مع
يعني زي ما بيقولوا كده الكبار اللي في الفرقه، واتكلم مع تريزيجيه، وانا سامع بيقولوا في شده ما بين تريزيجيه وزيزو، ولكن انا ما اعتقدش الكلام ده كله. عايزين لا يا جماعه، الوضع النادي الاهلي على صفيح ساخن. النادي الاهلي لا في مشكله، النادي الاهلي في حاجه مش ماشيه، النادي الاهلي لازم يعني يعمل حاجه لله، لازم لا في حاجه في النادي الاهلي مش مظبوطه. الكابتن وليد صلاح الدين يعني استبشرنا فيه خير، وراجل ان شاء الله باذن الله يبقى مدير كوره ناجح باذن الله مع الاهلي، والكل جواد كبوه. يعني احنا بس بننتقد دلوقتي حاليا علشان الاداء، ودي بدايه، يعني بدايه الدوري العام السنه دي ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي ان هو يتعادل 4 ماتشات ويخسر ماتش. دي حاجه مش غريبه على النادي الاهلي، حاجه مش متوقعه. النادي الاهلي دلوقتي بيدور على المدير الفني. لا انا يعني هات مدير فني، يعني لازم يكون في مدير فني اجنبي، لازم يكون في مدير فني اجنبي يقفل على الفرقه، يشوف اوضه اللبس ايه المشكله اللي في اوضه اللبس، يشوف اللعيبه دي محتاجه كنترول عليها قوي. كل لعيب نازل الملعب عايز يلعب باسمه، عايز يلعب لنفسه، عايز يجيب هو الجون وخلاص. يعني مش فارق ان احنا نلعب الجماعيه بتاعتنا. النادي الاهلي متعود في اللعب على الجماعيه. يعني الواحد مش، يعني انا مش هتكلم مثلا اقول للعيبه اللي عندنا الكره بتتباص ازاي ولا الكره بتستلم ازاي. عيب قوي، عيب قوي اللي احنا شفناه في الماتش ده، عيب قوي اللي احنا شفناه في اول 3 4 5 ماتشات من الدوري الممتاز. ما ينفعش النادي الاهلي يبقى بالوضع ده. اتمنى ان المدير الفني سيان ما يكون، يعني انا اورس ده اللي هو بلديات كولر من سويسرا، الناس بتقول ان هو خلص مع النادي الاهلي وممكن يبقى موجود في النادي الاهلي. انا ما عنديش، يعني ان شاء الله باذن الله هنعمل له حلقه وهنجيب السي في بتاعه وهنشرح لكم الراجل بيلعب بطريقه ايه. ولكن هو عايز اقول لك من دلوقتي ان الراجل ده متحفز دفاعيا شويه، وانا شايف ان دفاع النادي الاهلي شوربه. دفاع النادي الاهلي ما فيش اي كره دلوقتي خطر عليك، اي كره بتروح بتحط ايدك على قلبك لحسن تيجي جون. فما ينفعش يا جماعه الكلام ده كله. زائد كمان تريزيجيه، يا باشا ايه يا حاج، ايه دي جمهور النادي الاهلي ما تعملوش كده. جمهور النادي الاهلي هو اللي عملك يا تريزيجيه. عيب النهارده ان انت تبقى بالعقليه دي. عيب النهارده ان انت راجل احترفت 10 سنين بره ولسه لا ما ينفعش. كمان حسام غالي والكلام اللي هو قاله، علشان ما نخدش في الموضوع كتير ونرغي فيه كتير، انا يعني هحكي لكم موقف صغير جدا ما بين الكابتن محمود الخطيب وما بين الكابتن حسام غالي. في 2022 النادي الاهلي بيلعب نهائي دوري ابطال افريقيا في كازابلانكا، وكان الاتفاق والكلام ده هم اللي قالوه بنفسهم، يعني تقريبا اللي قاله حسام غالي. الكابتن محمود الخطيب اتفق مع حسام غالي لو كسبنا هتنزل انت تستلم الميداليات والكاس، لو خسرنا انا اللي هتحمل المسؤوليه وهنزل اسلم الفرقه الثانيه الكاس. فده يبقى منفرد بالقرارات. ده الراجل اللي المفروض خدم النادي الاهلي 50 سنه. لا غير موفق حسام غالي، غير موفق تماما في التصريحات اللي هو قالها. والنادي الاهلي مش على المشاع، والنادي الاهلي ما ينفعش اخباره تطلع بالسهوله دي، والنادي الاهلي ما ينفعش ان انت تعلم من الكابتن سيد الحفيظ. يا راجل تعلم من الكابتن سيد الحفيظ وكلامه المحترم على النادي الاهلي، وبيقول لك الكلام اللي بيحصل في الغرف المغلقه ما ينفعش يطلع بره. عيب قوي، عيب قوي اللي بيحصل الايام دي. انا حاسس النادي الاهلي في كبوه، ولكن ان شاء الله باذن الله الاسد يعني ايه يختفي شويه، ولكن هيرجع بقوته تاني، هيرجع بجبروته تاني باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن اللعيبه محتاجه شويه التزام، ومحتاجه شويه خصومات. يعني عنب، محتاجين شويه خصومات. ايه عنب يا كابتن وليد؟ اخصم يا باشا ولا يهمك. الناس دي بتاخد يعني ارقام فلكيه، وزي الاداء اللي احنا شفناه في الملعب. مش هنتكلم تاني. ان شاء الله باذن الله الدنيا تتحسن ويبقى احسن باذن الله سبحانه وتعالى.